صباح الخير جميع متتبعات قناة مطبخ ماغي والمتتبعين الاعزاء كذلك. انا عارفه بلي بزاف ديال الناس كيدركم الوقت خلال شهر رمضان بحكم انه حنا كنحاولوا اننا نخصصوا وقت للتعبد والتقرب الى وجه الله الكريم. كنحاولوا اننا نمارسوا الاعمال ديالنا اليوميه وشغالاتنا. والحاجه الثالثه هي انه نوجدوا مائده افطار تكون في المستوى باش نفرحوا بها العائلات ديالنا. وهذا كله طبعا كيحتاج واحد التنظيم ديال الوقت وكيحتاج اننا نديروا الحاجه في اقل وقت ممكن. لهذا جبت لكم في الفيديو طريقه عمل حريره اكسبريس اللي في 5 دقائق تكوني قافله على الكوكوط والحريره ديالك كطيب. نبقاو مع المقادير ونرجعوا لمعرفه طريقه التحضير. وبسم الله توكلت على الله. اول حاجه غادي ناخذ طنجره ديال الضغط كنوضعوا فيها الزيت النباتي زيت الطعام، ثم كنضيفوا قطع اللحم. بالنسبه للناس اللي غادي دير شويه ديال الشحمات بالزيت بامكانكم انكم تقللوا من اللدام اولا ما ديروش كاع الزيت. من بعد ضفنا الحمص اللي نقعنا ليله كامله في الماء، وضفنا التوابل اللي غتلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف. دائما انا كنكتب المقادير في صندوق الوصف للتسهيل على المتابعين ديال القناه. ثم غادي نبداو في تقطيع الطماطم ديالنا. بالنسبه للحم انا هنا استعملت 4 ديال اللحم بكري مقطع القطع، وربعه كذلك ديال الدند لحم الدند، ودرت شويه ديال الشحمه وشويه ديال العظم باش كيعطي الطعم ديال العظم. بالنسبه للعظام حاولوا دائما انكم تستعملوها في الحريره لان العظام مسؤوله على انها تعطينا الكولاجين اللي مزيان لينا للجسم ديالنا. نقدر ندير لكم حلقه من بعد كتهضر على اهميه الكولاجين لجسم الانسان. انا بعد ما ساليت تقطع الطماطم كما لاحظتوا بلا سلق بلا والو درتها كتطحن في البلندر، يعني خلينا مثلا واحد الدقيقه تقريبا كتطحن مزيان. ثم صفيناها في واحد الشبكه كما كتلاحظوا، وغادي نبداو بفوي. كنديروا العمليه اللي كتلاحظوها في الفيديو. علاش كنديروها؟ باش ان كاع السوائل اللي باقا كاينه كتمشي. وكما كتلاحظوا كتبقى لينا غير القشره لانها كتكون تطحنات مزيان في البلندر. انا هنا راه جبت سباتولا باش تشوفوا بان راه بقاو غير القشور. اما هاد العمليه راه بلا ما ديروها نتوما في الدار، يعني صافي غير كدوزو بالفوي فوق الباسوار كتحيدوا كلشي. بغيت نوريكم بانه راه ما كضيعش مطيشه كما كتلاحظوا. هنا غادي ندوزو غادي نقطعوا الكميه اللي بقات تاع مطيشه وغادي نطحنوها حتى هي في البلندر، وغادي نديروا نفس العمليه اللي درناها من قبل. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش الكميه تاع مطيشه اللي ممكن تصايب بها الحريره واش قليله واش كثيره، البلندر كتعاونكم. كتبقاو تقطعوا في مطيشه حتى كيعمر الكاس، عاوتاني كتوليو تقطعوا المره الثانيه مطيشه حتى كيعمر الكاس المره الثانيه، وهنا كتكونوا مهنين من الكميه المطيشه اللي ممكن انها تصدق بها الحريره زوينه. انا خديت عاوتاني البصلاتين حتى هما قطعتهم قطع كبيره، حطيتهم في البلندر وغادي نطحنهم حتى هو مع شويه ديال الماء. صافي هنا غادي نضيفوا الماء. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البلندر ممكن انكم دوزوا كلشي في الهاشوار الا المطيشه تحكوها بالحكاكه العاديه. راه سمحوا لي الا دائما كتبغي تقول لكم زعما هالو القطيطه ديالي ديما هنا بالنسبه للكرافس خديت العواد اللي هما شويه عراض، قطعتهم شويه ضفتهم هنا، وما تبقى غادي ندوزو في البلندر مع القزبر والبقدونس. انا ضفت المكعب ديال الخرقوم وضفت الربع كذلك اللي طحناه، وغادي نحرك شي شويه وغادي نقفل على الكوكوط ونخليها تطيب. بالنسبه للمكعب هنا انا راه ضفتو هكاك بلا ما نفردتو. راه بزاف الناس كيبقاو يسخو يديهم، راه بامكانكم تضيفوه للمرق هكاك هو مع الطياب راه كيبقى يتحل راسو كيبقى يختلط مع بقيه المكونات. انا الحريره خليتها كطيب لمده 30 دقيقه كافيه، لان هاد الكوكوط هادي كطيب الصراحه دغيا. بالنسبه للناس اللي عندهم كوكوط ديالهم شويه كتاخذ وقت في الطياب اكثر، يمكنكم تخليو الحريره طيب لمده 40 دقيقه حتى ل 45. هانتوما 30 دقيقه كانت الحيمه طايبه مزيان. صافي هنا بعد ما طحنا الطحين مع شويه ديال الماء وجدنا يعني باش غادي ندورو غادي ندوزو غادي نضيفو جميع المكونات دقه واحده. انا هنا راه حطيت لكم حاجه بحاجه باش تنتبهوا كيفاش الطريقه ديال ان الاضافه ديال هذيك المكون. اما راه بامكانكم تضيفوا كلشي وتبداو تحركوا. هنا درنا المطيشه المركزه طماطم مركز طماطم، غادي نضيفوا كذلك الشعريه. الشعريه راه ضروري نكونوا كنحركوا حنا كنضيفوها باش ما تكترش لكم لتحت في القاع. الا ضفتوها في مره واحده كيولي صعيب انكم تحلوها وهي تكتلت لكم في القاع.
صافي هنا غادي ندوز عاوتاني غادي نضيفوا المكون الاخر اللي هو الضامه ديال البنه. ثم غادي نضيفوا السمنه. هنا السمن راه عندنا يعني ماشي مالح بزاف، الا كان مالح خصكم ديروا قياس اقل من هذا لانه كيكون مجهد شويه. ثم غادي نبداو في التدوار ديال الحريره ديالنا. هذاك الطحين راه كيكون تخدم مزيان، غادي نبداو في الاضافه ديالو كنحركو في نفس الوقت. وبالنسبه للناس اللي انا عارفه غادي يكونوا كيصايبوا العواصر ولا مشغول عندهم بلندر في شي حاجه اخرى، بامكانكم انكم تخلطوا الطحين بالماء في واحد الاناء وتصفيوه بباسوار في اناء اخر وتبداو تدوروا، ماشي مشكل. كنبقاو كنحركوها مره مره حتى كنحسوا بان ديك الشعريه ديالنا طابت. صافي غير كطيب الشعريه ديالنا كنطفيو على الكوكوط وكتكون الحريره ديالنا واجده. هنا حنا كنبغيو في الدار اننا نستخدموا هاد السوبيره هادي ديال الطوس الحر، كتعجبني انا بزاف على السوبيرات الحديثه. كيعجبني الطابع المغربي ديالنا وداك الشيء التقليدي كيعجبني بزاف. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون على الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ودمتم بوي.